انا مطيح الوقت صدقني ما اطيح. كله منسف على احمد اسد. انا مطيح الوقت صدقني ما اطيح. اضرب لك مثل واسمعني كل الزين وما يحتاج اقولا هذا تلميح. انا فوق الجبل دقيت رايات من انت كنت تلعب مراجي. عيب نشمت ذول اخواننا الاردن. رجعوني حبيبي راح ما اريد انا غيره ويا الصور احكي وشايق وابكي ويا الصور احكي وشايق وابكي. ضليت السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صح؟ ان شاء الله الكل بخير وياكم منتظر من قناة بيكاتشر. رجعنا لكم بمقطع جديد ويا هلا ومية هلا شباب بنات طيبين، حياكم الله. اليوم يا شباب حلقتنا راح نسولف بيها عن الرياضة، لأن الموضوع صار ترند بشكل مو طبيعي. الكبير والصغير، الولد والبنية، كل أفراد العائلة صاروا متابعين ومهتمين بهذا الموضوع اللي هو موضوع العراق والأردن وقطر. اللي صار بكل اختصار أنه منتخب العراق لعب ويا منتخب الأردن بتصفيات كأس آسيا لهذه السنة، تمام؟ تقدم الأردن بنتيجة 1-0 على المنتخب العراقي بالشوط الاول، لكن الشوط الثاني كان المدرب مالتنا منتخب العراق له كلمة كلش قوية وقلب النتيجة والطاولة على منتخب الاردن بنتيجة 2-1. لكن الحظ سوى سوايته للأسف يعني صار عندنا طرد بالمنتخب مالتنا اللي هو طرد اللاعب أيمن حسين. نوجه له تحياتنا ونوجه تحياتنا لكل لاعبينا الأبطال بالمنتخب العراقي. على العموم بعد الطرد اللي صار الأيمن حسين هنا قدر المنتخب الأردني يتخلخل ما بين دفاعات المنتخب العراقي وللأسف يقلب الطاولة علينا ويفوزون 3-2. لهنا احنا لازم نلتزم بأخلاقيات كرة القدم. اوكي، هنا لازم احنا نلتزم باخلاقيات كرة القدم اللي هو فن وذوق واخلاق. لا، فن وذوق واخلاق هاي ما السياقة بيكاتشو. اوكي، كرة القدم لازم تتحلى بيها بروح رياضية، تمام؟ لازم انه تحترم الخصم سواء فايزك او انت فايزه، لان اذا فايزك فلازم تحترمه لان هو اقوى منك، واذا انت فايزه فلازم تحترمه لان لسبب ما لظروف ما قدر يتغلب عليك، فلازم انه انت تقدر نفسيته وما تضغط عليه. لكن اللي صار عكس هذا الشيء تماما، والمنتخب الاردني بدوا يحتفلون احتفالات كلش مستفزة. والمنتخب العراقي ايضا ظل يجاوب بالاحتفالات مالته. وصارت مشادات، بس ما ننسى بالاخير انه احنا اخوان. رغم خسارة المنتخب العراقي لكن المشجعين ظلوا متواصلين بتشجيعهم للمنتخبات اللي يلعبون ضد الاردن، عسى ولعل ان منتخب الاردن يذوق نفس الشيء اللي احنا ذقناه، تمام؟ وبالتالي هذا الشيء اللي صار فعلا عندما تواجه الاردن ويا منتخب قطر بنهائيات كأس آسيا للدوري ال18 وتغلبوا قطر على المنتخب الاردني بنتيجة 3-1. خبر للعشار اللي صار انتشار، خبر للعشار اللي صار انتشار. هنا كملت مسيرتنا والحمد لله والشكر يعني. ارتاحوا المشجعين شوية من بعد ما كانوا مضغوطين نفسيا بسبب الاحتفالات المستفزة من جانب مشجعين المنتخب الأردن والمنتخب نفسه همين. ارجع واقول مصارين البطن تتحارك
كلنا اخوان. لكن هاي الامور شويه خلينا نقول يعني من باب ملاطفات، من حبك لا شاك مثل ما نقول احنا بالعراق. هسه كملنا من بطولة كأس آسيا وكل المشاحنات والمشادات والملاطفات اللي صارت بيها، خلونا شوية نسولف بتاريخ مواجهات العراق والأردن بجميع البطولات. مبدئيا العراق واجه الأردن 46 مباراة، 26 مباراة فاز بيها العراق و6 مباريات فقط فاز بيها الأردن، و14 مباراة كانت تعادل ما بين المنتخب العراقي والمنتخب الأردني. والمنتخب العراقي هنا قدر يسجل 77 جول بهاي المباريات كلهن، لكن المنتخب الأردني سجل 39 جول فقط. وهنا راح نشوف عدد المباريات اللي فاز بيهن العراق ضد الأردن، عدد لا يستهان به ولا يتقلل من قيمته، لأن 26 مباراة مقابل 6 مباريات يعني الصراحة فرق كل كبير. بس يبقى احترامنا وتقديرنا للمنتخب الأردني، لكن هذا تاريخ والتاريخ لا ينسى. فبعد ما عرفنا كل هاي المعلومات هسه نقدر نعذر المنتخب الأردني ومشجعين المنتخب الأردني على احتفالياتهم المستفزة. وأرجع وأذكر أنه لازم تكون عندنا روح رياضية ونتقبل الهزيمة، والمقابلنا لازم هم يحترم هزيمتنا لأن يفتر الزمن. وأذكركم بكلامي وترجع تلتقي الوجوه، بس بذاك الوقت يا ويلكم من المنتخب العراقي. بس ما ننسى ان احنا اخوان، الاردن والعراق اخوان وما يفرقنا شيء ان شاء الله. بس نتشاقى وياكم وتشاقون ويانا، نلاشيكم وتلاشونا، بس بالاخير ما ننسى ان كلنا عرب وكلنا اخوان. لهنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى تكونوا استمتعتوا. شكرا للمشاهدة وشكرا للمتابعة، اشوفكم بمقطع ثاني، في امان الله. قدام المدرسة